يتنازلون عن المرأة الخليجية، أن هي ما تقدر أنها خلاص ما عندها إمكانية أنها تسوق. اليازية سيدة أعمال إماراتية تعتبر قيادة السيارة حجر زاوية في حياتها المهنية، بحيث تتيح لها التحرك بمرونة لإتمام أعمالها دون الحاجة إلى أحد. لكن اليازية كغيرها من نساء خليجيات كثيرات فاجأتها دراسة أصدرها باحث أكاديمي سعودي تقول إن قيادة المرأة للسيارة يفقدها عذريتها. ما ادري كيف يعني بنات سعوديات خاصة يعني ساكتين عن هالموضوع. الدراسة محل جدال حذر فيها أستاذ سابق في جامعة فيصل من أن السماح للمرأة بقيادة السيارة من شأنه أن ينشر الرذيلة بين النساء ويؤدي إلى فقدان الفتيات عذريتهن والمتزوجات إلى الطلاق، ما شكل أحدث فصل من فصول الصراع بين المحافظين المتشددين والليبراليين في السعودية. اليازية اعتبرت الدراسة معادية لكل النساء المسلمات ولحق من حقوقهن المجتمعية. هالكلام اللي قاله هاي صراحة يؤدينا احنا كسيدات اعمال او كخليجيات، يؤدينا كيف يقولنا ان مرة واحدة انتم طالعين من الدين، يعني شو انه هاي يعني طلعت خرجت من الدين، يعني شو احنا كافرات؟ ومن ضمن ما جاءت به الدراسة أنه في غضون 10 سنوات من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية لن يكون هناك المزيد من العذار في المملكة، وهو ما شكل مادة هزلية في الإعلام العربي والأجنبي ومواقع التواصل الاجتماعي. وأنا أشوف يعني في نظري أن لازم نشن حملة علشان نحمي السعوديات من هاي الظاهرة. شريحة عشوائية داخل المجتمع الإماراتي استطلعت كاميرا اليوم آراءهم التي عبرت عن استنكار بالغ لهذا النوع من الدراسات، بينما صمم بعض السعوديين في الإمارات على دعم ما آتت به. احنا في السعودية عندنا عادات وتقاليد، المرأة لما تسوق ممكن تفقد احترامها، تفقد عذريتها، تفقد أي شيء. هم عندهم تشدد زيادة فهم يفكرون بهذه الطريقة، مع أن الموضوع ما له علاقة أبدا. غير صحيح، هذا ما يتدخل هاي في هذا يا أخي. حرمة اللي شريفة شريفة وحتى تقود طايرة يا أخي. سعوديات كثيرات يقمن في الخارج وفي الإمارات يقودن سيارتهن ويشغلن مناصب أكاديمية وعلمية مرموقة، وبعد أن كانت معركتهن في انتزاع حق القيادة داخل السعودية زاد عليهن عبء أن يثبتن أن القيادة لا تتعارض مع الفضيلة والأخلاق، وتلك جدلية قد تأخذ من عمر المجتمع السعودي عقودا أخرى من الشذ والجذب. وللحديث عن هذا الموضوع مشاهدينا معنا من جدة رئيس مركز الدعم القانوني الخليجي الأستاذ عدنان الصالح. أهلا بك معنا سيد عدنان. وبداية يعني قيادة المرأة للسيارة هذه القضية القديمة الجديدة عادت مرة أخرى لتظهر في الواجهة، بداية ما هو تعليقك على الدراسة التي تقول أن قيادة المرأة للسيارة تؤدي إلى فقدان العذرية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا أنا بصراحة أعتذر عن لنساء المملكة العربية السعودية عما يسمى بدراسة، بصراحة نعتذر لها عن مثل هذه الدراسات إن صحت، ولكن بشكل عام خلنا نكون واقعيين أكثر. هي أقرب ما تكون لقصص كقصص ابن بطوطة وابن كثير أو حتى كتاب المستطرف، منها إلى دراسة أكاديمية تقوم على أركان الدراسات الفعلية. فلا أجد أنها دراسة بقدر ما هي بصراحة تحليل شخصي بليد جدا، يعني يبتعد كل البعد عن مقومات الدراسات الفعلية لواقع المجتمع السعودي بكل أمانة. طب سيدي، يعني الدراسة أو التحليل الشخصي كما أسميتها يعني ذهبت إلى أبعد من ذلك حين ذكرت أن السماح للمرأة بقيادة السيارة من شأنه أن يحدث زيادة في الطلاق والانحطاط الأخلاقي، ما هو قولك؟ يعني خلينا نكون واقعيين، يعني وإن كان مع احترامي الشديد للأعراف والعادات والتقاليد وكذلك الأحكام
الشرعية المرتبطة بالأعراف والعادات سابقا ثبتت بمرحلة من مراحل أنها ليس لها تأثير. قبل ذلك تحدثنا عن تعليم المرأة أنه محرم، أنه مدعاة للفساد، وبعدها تحدثنا عن عمل المرأة أنه مدعاة للفساد وتم تحريمه في مرحلة من المراحل، إلا أن المجتمع تجاوز هذه العادات. أنا كنت أتمنى من هذه الدراسة قبل أن يبحث عن مناطق خليجية ومتطورة سبقتنا في مراحل كثيرة أن يذهب إلى اليمن ويعلمنا لماذا لا يوجد اغتصاب ولا يوجد فساد بقيادة المرأة للسيارة مع وجود البطالة ووجود نسبة كبيرة من الأمية ووجود السلاح ووجود القبلية. الإشكالية ليست في الوسائل والأدوات، ولكن الإشكالية في ثقافة المجتمع وتقبله. وبكل أمانة مثل هذه الدراسات تكرس سوء الظن، فهذا الشخص إما أنه يسوء الظن بالمجتمع أو أنه يسوء الظن بالمرأة في المملكة العربية السعودية. نعم. وكلاهما أمر سيء ومرفوض. سيد عدنان الصالح رئيس مركز الدعم القانوني الخليجي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في اليوم على الحر.